مرورا بابن بعياش وصولا إلى إمزورن حيث الإعدادية. طبعا هذه الفترة اللي بغينا نقولوا فيها أنه السي إلياس التلميذ المشاكس. أبدا كنت لم أكن مشاكسا، الظروف هنا جعلتني مشاكس. هنا جيت في الأول كنت في الداخلي. كنت في الداخلي. ذاك الساعة كنا كندخلوا بالداخلي بشهادة الطوال. كنا في الداخلي، يعني من الداخلي ما تطردوني. وشهر ونص. علاش طردوك؟ طردوني لأنه ما كنتيش مشاكس. لا لا أبدا أبدا أبدا، يعني كان تماك فين عرفت بأن كاين الشكام، كاين شي مهنة سميتها الشكام، كاين شي حاجة في بنادم يدي الخبار. عرفتها لأن كنا الصباح كنفطروا، كنا كنكونوا 10 في الطابلة، كيعطيونا كاس القهوة د الحليب وكيعطيونا 4 د الخبز في كونفيتير والزبدة. وهذيك القهوة لأن كدار بالحليب ديال الغبرة، وداك الحليب كيدير الكشكوشة. وانا كنضحك بالريفيه قلت لهم هاد القهوه دايره بحال النخاله، لان حنا ما عندناش الحليب ديال البقره هذاك. حليب البقره شكلها يعني بالضحك. منين جينا ندير الصف، مازال كان عقل هنا باش ندخل لذاك القسم هذاك بالضبط. هذاك القسم، ذاك القسم بالضبط. كانت عندي حصه ديال الرياضيات مع السي جمال. جيت لذاك القسم ندخل، جا عندي المدير الثاني الاداره الإدارة، هلكني بالعصا قال لي واش القهوه بحال هذيك تعطيها لك امك في الدار؟ اذا هذه هي خروجي من باقي عقل عليها، خروجي من هنا. اذا خصني نمشي نكري. كريت مع الناس اكبر مني سنا وعلما ودراسه. كانوا داك الساعه الناس اللي كاريين اللي من عندنا من الدوار كانوا في 5 يماني في 4 يماني. ولكن انت تطردتي من الداخليه ماشي من لا، وهي خصني نمشي نكري باش نبقى نقرا. اذا واصلتي الدراسه في نفس المؤسسه؟ واصلت الدراسه في نفس المؤسسه الى حين سنه 83. 83 في ديسمبر 7 ديسمبر 83 قبل العطله كانت إضرابات في جامعة وجدة. ديك الساعة جات الأخبار بأنه كاين، وقعوا الإضرابات. شاركت كنت في الدوزيام اني. شاركتي في الإضرابات؟ في الإضرابات. وجات العطلة ودخلنا من العطلة في يناير. استمرينا في الإضرابات. إضرابات عمت كل إقليم الحسيمة والناظور ووجدة وباقي وتطوان وطنجة. كانت كتجينا أخبار في الكيران بأن الموتى هنا وهناك، شهداء هنا وهنا. يمكن نقولوا سي إلياس أن هذه الفترة هي فترة بداية تشكل الوعي السياسي عند سي إلياس العمري؟ لا، تشكل الوعي السياسي كان قبل شوية. كان في هذيك الفترة منين خرجت من الداخلي كريت مع الناس الأكبر مني سنا وثقافة وعلما ودراسة، كانوا عندهم كتوبة. إذا بديت كنقرا الكتوبه اللي كانوا كيقراو، وكنسمع الاغاني اللي كانوا كيسمعوا. اذا انا ما عشتش الطفوله، يعني من طفل ما عشتي الطفوله، ما عشتيش المراهقه، ما عشتش نهائيا. مباشره انا راه ما عرفت بانه كاين كلثوم وكاين عبد الحليم وكاين كذا حتى في 22 سنه. ولكن حبي للنضال وكرهي للظلم وللظالمين كان أقوى من ارتباطي بالسياسة. ما عمرني كنت كنقول بأنني غنكون سياسي أبدا. حلمي هو أن أصبح جندي مناضل، مشروع شهيد. هذا هو كما قلتي لنا مشروع شهيد. هذا هو الحلم ديالي. وارتبط وكنت كنقرا بزاف. شكون من الاساتذه؟ طبعا حنا كنعرفوا ان فتره الاعدادي كانوا عندنا كتكون عندها البصمه ديالها كتخليها في حياه. كانوا عندنا اساتذه هنا واعتقلوا من هنا، ومازال اصدقاء ديالي الى حدود الساعه ومناضلين واحترمهم كثيرا. من هذه المدرسه اعتقل المعلم عبد العالي
من هذه المدرسه يعتقل الراقي عبد الغني، من هذه المدرسه ومن ذاك القسم هرب الطبل. كان استاذ ديال الفيزياء، والمعلمي كان استاذ ديال الماط والراقي. كانوا نموذج، ما كانش كيدرسونا غير هادشي، بالعكس بلا ما يدرسوها هما النموذج، ولكن كان نموذج في السلوك، في التعامل، كانوا كيوجهونا توجيه رائع. نعم. إذا الأستاذ إلياس العمري، طبعا هذه مرحلة الدراسة اللي قيل عن السي إلياس أنه لم يواصل دراسته. لم أواصل دراستي لسبب بسيط، لسبب كان عندي خيارين. كانت الدراسات أخرى وتعلم الأستاذ إلياس. لا، كان عندي خيارين في حياتي. ما إما أنني أستمر في الدراسة، وكنت مجتهد شهادة الأساتذة ديالي، وبالخصوص في المواد العلمية، بالخصوص في الماتيماتيك. وكنت حتى أيضا مجتهد لا في التاريخ ولا في الآداب ولا. ما إما ندير مسار آخر باش يقراو الآخرين. أنا اخترت، أنا ما عمرني فكرت في راسي، اخترت بأنني غادي ندير مسار آخر. مشيت كندرس الجمعيات وكندرس كذا، وما عمرني ندمت عليه. نعم. ما عمرني ندمت عليه. إذا هذا مسار الدراسة، والأستاذ إلياس العمري كان مساره طويل. ومن مزورن كانت وجهتنا إلى مدينة طنجة